السلام عليكم ورحمة الله، مساء خيركم طيب، إن شاء الله تكونوا بخير. طبعا في الفيديو اليوم أول سفرة في حياتي هذه في الرهبة هذيك اللولة، ونبي نشاركها معكم. وين ماشي خلي نعرف في الفيديو، مش ماشي بندير برضه خلي نعرف في الفيديو. فالفيديو هذا حيكون فلوج أنا وصديقي رامي، كده كلكم تعرفوه. مرحبتين يا جماعة، شنو أخباركم؟ شربكم تمام؟ أيوب طبعا اليوم بيكسر حاجز الخوف، يخاف جدا من الطيارة قال. فإن شاء الله ربي يكون في عونك. ان شاء الله ربي يكون في عوننا اجمعين. استنونا. وهنا وصلنا المطار، رامي هنا خلاص تذكرنا وركبنا الحافلة ومشينا للطيارة وقعدنا نستريحنا شوية. مش كون معكم صريح، أنا هنا كنت متوتر شوية، أنا كانت أول سفرة، لكن الحمد لله مشت الأمور. وهنا بدوا يسخنوا بينا يمشوا في الطريق لين ولعت المطيرها، وهنا أقلعنا. كنت متوتر هلبة جتني الرهبة الأولى، لكن الحمد لله مشت الأمور. قعدت أزام التواني هنا فوق خلاص، كان شعور كأني راكب سيارة، بس الخوفة كلها في الإقلاع، بس الباقي الحمد لله ماشي الأمور. هنا رامي كان فايتنا. طبعا في البداية كنت أنا بروحي مقعمل جهة وهو مقعمل جهة، لين بعتالي حطونا جنب بعضنا. وهنا أنا كنت أصحابنا، احنا وصلنا لتركيا، لكن رامي قال لي ممكن هذه اليونان أو ما عنديش خلفية، لكن ايه. وهنا وصلنا، خلينا الناس تنزل. اوكي، أول خطوة بس الهواء كيف طعمها. وهنا مشينا المطار، درنا في لودة ومشينا في المشتاطينة وتوكلنا طول للشقة. طبعا كنا تعبانين وخلاص على الآخر. هذه الشقة ربي يبارك. الفلوج هذا فكرته اني انا بندير زراعة شعر، في نفس الوقت عندي رهبة شوية في الموضوع، فحبيت نشاركها معكم. وبنحاولوا في المركز اللي بنمشوا له واللي اخترناه بنديروا شوية خدع مع الأطباء أو كادر الطبي. كان قدرنا طبعا. وصلنا يوم الثلاث اللي هو أولامس، قعدنا هيك مستريحين وكذا. يوم الأربعاء درنا شوية فحوصات وكذا على الدم، واليوم بندير شوية فحوصات ونخش العملية إن شاء الله وقبل التخطيط. فهنحاول نطفي كل شيء وخليكم في الابتداء. حاليا وصلت السيارة اللي احنا بنمشوا فيها. طبعا ذلك حلقة اليوم رامي مرحبا. حنديروا عملية إن شاء الله أنا وياه، ونحاولوا يعطيكم حتى هو شوية نصايح مرات وكذا، فاستنونا. رامي قبل يطلع، ديما رامي قبل يطلع ولد أوروبا. احنا تو قريب نوصلوا. هذه العيادة عرفت تشوفها ولا لا؟ حاليا وصلنا قدام العيادة. وهنا خشنا لإليت هير كلينيك، كانت تبارك الرحمن ديكور منظم، حاجة رائعة جدا ما شاء الله. وبعدها بدوا يشرحونا على الشعر وكذا وعلى الفحوصات اللي حيديروهم للشعر. هذا الملف بتاع الفحوصات أو الكشوفات. كمان عملية تخطيط، ودرنا جهاز الشعر اللي هو يعطي مثلا مساحة في السنتيمتر وكذا مش جهاز الإبر. ودرنا اختبار أو تصوير الشعر. المانحة تشوف المنطقة المانحة حضرتك، تشوف خروج الأمراض الجلدية بنفس المنطقة. اوكي، هي أعضاء حيوية بثلاث ثواني. حاليا تمام التخطيط، معرفش لو تشوف كويس. وعطونا شوية حاجات هنا، خليني أوريكم سوا. هنا بطاقة مية، هنا بقية تعليمات، حاجات عناية بالشعر. هنا مخدة مش النوم ترقد كويس. وتو شوي تاني نحلقه نبدأ. معرفش كان نقدر ندير خدعة قبل الحلاقة، لكن درت شوية خدعة عنها، لكن للأسف مصورتش. حاليا رامي بينتقم مني، بيحلقني هو. يلا. Even this one, all of it, I think. تبقى درجة بالعكس لك. His hair is gone. Yes, completely. But you know what? I'm the best barber ever. كمان نحكي لك ثلاثة. وما زال العملية. كمان زراعة شعر
الموضوع كان سهل هلبة لدرجة والله ما توقعت هيك بأمانة. تو احنا بنتعشوا، كان احكي لكم صار بعد العملية. درنا العملية، نحينا الشعر، درنا هيك بالتالي عطونا ماكلة خفيفة ناكلوها، كنا صايمين خاطر مخدر الديب سليب ضروري ما تكون صايم قبل 8 ساعات ولا تشرب ولا شيء. بالتالي خلاص هيك كلينا هيك حاجة خفيفة، بدأنا في عملية الزراعة. تمام هيك قعدنا قريب 3 ساعات، في وجاع بكل، أمور تمام. الكادر الطبي كان ولا أروع بأمانة، وسعة بال، أمورهم تمام. جانا بالتالي صار خاص، حطنا في الفندق، بدلنا هيك نضمنا أمورنا شوية ونزلنا وتعشينا ونشوف شو الموضوع يصير. صباح خير. اليوم كيف نضنا من ايش هلبة، فطرنا، خدينا دوايات، احنا دوك ماشيين مصحة. تقول حاجة رامي؟ طبعا يا جماعة بجديات ممكن أفضل مكان ندير فيه عملية زرع لكل شخص حاب يبي يتخذ الخطوة. تقدر تخشوا على اللينك بتاع أيوب في الديسكريبشن، وفيها جو كشف بمجانا وكذا، يعني عن طريقنا ككوبون وبس. ربي يحفظكم. واحنا الزوز حاليا حاسين ان درنا انجاز، لان كنا متخوفين للامانه. حتى في هلبة ناس قالوا لنا في الم وكذا، واحد تخيل ينقبولك في راسك، لكن ما فيش منا الكلام هذا كله. والله العظيم كنا ما تحس شيء، تشوف فيهم يمكن مش عارف شنو يديروا لكن ما تحس بشيء. فيا ربي يحفظكم. وهنا أنا قلت خلي ندير شوية حركات يقعدوا لي ذكرى. وبعدها طلعنا وكنا متجهين لتقسيم تسجيلاتي جدا شوية برامي. وهنا داروا معنا مقابلة على السريع، شرحنا فيها كيف بدينا وشن درنا. اهلا، تمينا اليوم خلاص، اليوم اخر يوم، اليوم حنروحوا. اليوم مشينا الإليت هير كلينيك، درنا تنظيف شعر، درسنا معهم اخر يعني كي تعليمات وكذا، وتو احنا في الهوتيل بنودوا اغراضنا. التجربة كانت ممتازة بأمانة. ننصح أي حد متخوف إنه ما يعاش يتخوف. حنحاول نشرح لكم كل شيء بالتفصيل. داروا تخطيط القلب وداروا جهاز بتاع كشف الشعر، جهازين. بالتالي خلاص خشينا الدكتور، رسم لنا وين أماكن الفراغات وين أماكن المناطق المانحة وين بينزرعوا وكذا. بعد ما خلص الدكتور رسم لنا على راسنا، خشينا العملية. داروا لنا الديب سليب، وهي كانت أحسن حاجة لأن مش حتحس بشيء وقتها. تمينا ينحوا في البصيلات من المنطقة المانحة اللي هي الجناب والخلف، وقعدنا قريب 2-3 تموا الشعرات كلهم. طلعوا قريب 4200 بصيلة. بعد ذلك كلينا وجبة خفيفة، داروا لنا كيلودة سريعة، يعني كانت تشرب مية، كان عندي تخش دورة المياه كرمكم الله. وبعد ذلك في عملية الزراعة ندخل في البصيلات وكذا. تمينا. بالنسبة للألم ما كانش في ألم، ممكن في ناس تخاف من الإبرة وكذا، لكن مع ألم ما فيش ألم. أنا ما حسيتش بألم بأمانة. ودرنا معهم شوية خدع، في حاجات صورت في حاجات لا. الناس كانت بشوشة هلبة، كانوا طيبين هلبة بأمانة. شكرا لليتير، شكرا لكل الطاقم اللي تعاملنا معهم. احنا توا كيف طالعين من مطار تركيا ومروحين لليبيا. احنا ركبنا الطيارة وقاصدين المروحة لبلادنا. وهذه بلادنا من فوق تبارك الرحمن. وهنا وصلنا خلاص، بدنا ناخدو في شناطينا صغيرة ونزلنا للباص، مش كل واحد يروح في حاله. وهيك كنا روحنا ليبيا. تمنا فلوج هذا كانت تجربة ممتعة، كسبنا فيها علاقات جديدة. ولقطة في الديسكريبشن حنحط لكم الرابط هذا حيرفعكم لاستشارة مجانية مع أحد الاختصاصيين. دير معه استشارة مجانية بكامل، يشوف لك حالة شعرك وكل شيء تمام، يعني كلها عن بعد، استشارة مجانية 100%. ننصح الكل يخش
ويديروا الاستشارة هذه، ولو تبغوا تكملوا معهم أكيد مش حيقصروا بك. كان معكم أيوب النايبر مع أول تجربة لي زراعة شعر. وعلى فكرة حنديرها السلسلة كاملة هذه لين ما يطلع شعري تبدأ النتيجة كلها قدامكم. أنا زمان كنت متخوف هلبة من عملية زراعة الشعر، وكنت نادم هلبة لأني أنا مدرتهاش من قبل. فحنشارك معكم إن شاء الله كل فترة وفترة، نسألكم شنو صاير في الشعر، مين مشى يزرع، مين دار، مين قاعد هيك متخوف، وأي حاجة تبي تتواصلوا معي الخاص بإذن الله حنجاوبكم على جميع التفاصيل. كان معكم أيوب النايبر، مع السلامة.